في الأجازات الطويلة أطفال كتير بيرجعوا بعدها بتركيز أقل، سلوك أسوأ، ونوبات غضب أكتر. وده مش مجرد إحساس من الأهل، ده تأثير حقيقي حصل في مخ الطفل بسبب الفوضى اليومية. طب إزاي نخلي الأجازة فرصة مش انتكاسة؟ مخ الطفل بيحب الروتين جدا، ولما الروتين ده بيختفي فجأة، نوم، أكل، مواعيد غير ثابتة، مركز التوتر في المخ بيشتغل أكتر. علشان كده سلوكيات زي العصبية والعناد وقلة التركيز بتزيد في الأجازة. ودلوقتي تعالى أقولك على حلول علمية بسيطة تخلي الأجازة وقت ذهبي لبناء مهارات أطفالنا. 1. ثبات مواعيد النوم. مش لازم نصحي الطفل بدري، بس لازم نمنع السهر العشوائي. 2. حركة يومية. طفل من غير حركة يساوي عصبية، لازم نجري، نتنطط، نلعب كورة أو نرتب الأوضة. 3. حد أقصى للشاشات. قبل أي شاشة لازم يكون في قراية، تلوين، لعبة ذكاء أو فك وتركيب. 4. مهمة يومية للطفل. المسؤولية بتهدي السلوك جدا، خليه يطبق هدومه، يساعد في المطبخ أو يرتب الألعاب. 5. ربع ساعة تواصل حقيقي، نلعب معاهم، نحكي، نضحك أو نقرأ قصة مع بعض. في النهاية الأجازة مش وقت نسيب الطفل فيه ولا وقت ضغط، هي وقت ذهبي نصلح ونبني مهارات من غير توتر. لو عايزة الأجازة تبقى فرصة لتنمية مهارات طفلك، ابدأي بالقواعد البسيطة دي والباقي كله هيجي لوحده. وقوليلي في التعليقات أكتر حاجة بتتعبك مع طفلك في الأجازة، وتابعيني علشان الحلقات الجاية كلها أفكار علمية للأجازة.